أهلا بيكم في الجزء الثاني من عذاب روح على فوكلار. حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا نصلي على النبي ونذكر الله ونبدأ الحلقة. بعد ما أخفى مراد كلمة ساعدوني اللي كانت مكتوبة بالدم على أرضية الحمام بالسجادة الصغيرة، دخل الحمام واتوضى وخرج لقى أخوه ساجد قاعد على السفرة بلبس المدرسة. مراد قال لساجد: قوم يلا يا حبيبي اتوضى علشان نصلي قبل ما نفطر. ساجد قال لمراد: بس أنا سمعت الصبح واحدة بتقول ساعدوني وبتصرخ. مراد ارتبك، لكن اتكلم مع ساجد بثبات وقال له: لا يا حبيبي، ما كانش فيه حاجة، دي كانت واحدة حرامي سرق شنطتها والناس مسكوا الحرامي واتحبس. ما تشغلش بالك انت، يلا قوم اتوضى علشان نصلي ونفطر علشان ما نتأخرش. ساجد اتوضى وصلى هو ومراد وفطروا، وكل واحد فيهم راح لطريقه. وبعد ما رجع هالة ومراد وساجد على البيت لقوا في أكل كتير على السفرة. بصوا لبعض باندهاش وخوف. هالة قالت لمراد: مراد، انت اللي عملت الأكل ده؟ مراد قال لها: أكيد مش أنا لسه جاي معاك انت وساجد دلوقتي، يبقى أكون ازاي أنا اللي عملت الأكل؟ هالة قالت: وأنا برضو لسه جاية معاكم، يبقى أكيد مش أنا كمان. بس مين اللي عمل الأكل ده؟ لقوا في صوت بنت طلع فجأة وقالت: أنا اللي عملت الأكل ده، أنا روح. بصوا لقوا البنت الشبح اللي كانت ظهرت لهالة في المراية. هالة ارتبكت وخافت هي ومراد، وساجد دخل في حضن هالة وهو مرعوب. مراد قال: بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين؟ هالة قالت: انت اللي ظهرتي لي الصبح في المراية مش كده؟ لو سمحتي ما تأذيناش انا واخواتي، انا واخواتي عمرنا ما اذينا حد. روح قالت لهم: اهدوا، انا ما باذيش حد، انتوا ضيوفي، واللي انا عملته ده واجب الضيافة، اتفضلوا كلوا. مراد قال: ناكل ايه يا استاذة روح انتي؟ احنا نضمن منين الاكل اللي حضرتك عاملاه ده وبتقدموه لنا؟ هو فيه ايه؟ روح قالت: قلتلكم ما تخافوش مني، انا عمري ما اذي حد، ولو هاذيكم يا استاذ مراد هطلب المساعدة منكم، انا اللي كتبت ساعدوني في الحمام بالدم. هالة بثبات قالت: وايه نوع المساعدة اللي انت عاوزاه مننا يا روح؟ روح قالت لهم: طيب كلوا الاول وبعدين نتكلم. مراد قال: لا، احنا مش عاوزين ناكل، ممكن تفهمينا انت عاوزة مننا ايه؟ روح قالت: انا هحكي لكم حكايتي، وبعد ما احكي لكم هعرفكم انا عاوزة منكم ايه. انا عملت ذنوب كتير في حياتي، كان اهلي بيسافروا يشتغلوا ويسيبوني لوحدي، اتجوزت من ورا اهلي وللاسف الشخص ده طلع ندل، وبعد ما قال عني كلام مش كويس واجهت اهلي بورقة الجواز اللي معايا وفضحوه بين اهله، وجالي في يوم من الشباك بيتنا وقتلني، وفضل يتكلم عني بأقذر الكلام حتى بعد ما مت، واهلي ماتوا بحسرتهم عليا، والناس بقت تدعي عليا. اتعذبت كتير في حياتي، وبعد ما مت من دعوات الناس الوحشة عليا. انا ندمانة على كل اللي عملته، واتمنى ان كل بنت تحافظ على نفسها وما تتجوزش بالطريقة اللي انا اتجوزت بيها، تتجوز برضا اهلها، واللي يخبط على بابها وياخدها من ايد ابوها لايديه في العلن وقدام الناس. وانا كل اللي طالباه منكم تدعولي ان ربنا يغفر لي ويسامحني عن كل حاجة وحشة عملتها في حياتي. انا اتعذبت من كل الدعاوى الوحشة اللي الناس بتدعيها عليا، نفسي حد يدعي لي دعوة حلوة تريحني في قبري وتريحني في حياتي وبعد ما ماتي، وتغفر لي كل الذنوب اللي عملتها في حياتي. اختفت روح فجأة من قدامهم. هالة قالت: حقيقي البنت دي صعبانة عليا قوي، هي فعلا غلطانة وعملت حاجات كتير قوي وحشة، بس ليه الواحد يدعي على حد يخليه معذب بالشكل ده في آخرته؟ مراد قال لها: ربنا يرحمها يا هالة ويغفر لها كل اللي عملته، ربنا كبير ورحيم بعباده أكتر مننا احنا، تعالي نصلي وندعي لها في صلاتنا، وده يعلمنا إن احنا دايما نطيع ربنا ونحمده ونشكر فضله وما نعصيهوش أبدا. قام مراد وساجد وهالة وصلوا ودعوا الروح.
وروح ظهرت جنبهم وهم بيصلوا بملابس بيضة، وكانت فرحانة قوي إن أخيرا حد دعالها بالرحمة وبالمغفرة. وبعد الصلاة قرأت هالة وإخواتها القرآن، وقعدوا مع بعض بروح هادية، وروح اختفت من حياتهم. وعاش هالة وإخواتها ماشيين برضا الله دايما، وبيدعوا لروح ولجميع المسلمين، وما بيفوتوش فرض، ودايما بيذكروا الله. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولايكات وكومنتات جميلة منكم. معاكم غادة فويس.